كده تمام. ألف مبروك، عرفت تكرر تاني الطبخة اللي عملتها على غفلة. بس لازم تتعلم حاجة تانية غير الشوربة لو عايز تاكل عيش هنا يا ولد. كولات هتبقى هي المسؤولة عن تعليمك أصول مطبخنا. بقولك ايه، عايزك تعرفي ان ده شرف ليا ان اتعلم على ايديكي لا، انا اللي هقولك. عايزك تعرف كويس بتتعامل مع مين. شايف كم واحدة ست في المطبخ؟ يعني انا بس. تفتكر ايه السبب؟ يعني لأن طبيخ المطاعم فنه له أصول عتيقة عملها رجالة عواجيز مقفلين، عملوها علشان يبقى مستحيل على الستات يدخلوا العالم ده، بس أنا دخلت. تفتكر إزاي ده حصل؟ عشان انتي لأني أجدع من كل الرجالة اللي هنا، اتبهدلت كتير قوي عشان أبقى كده، ومش هخاطر بمهنتي عشان حتة زبال حظه ضرب، ماشي؟ تحفة. سهل تطبخ سهل تاكل. جوستو كان موصيني على الأكل الصيني. شغل مدهش يا فرانسوا كالعادة. مش بطال مش كده؟ عايزك برضو تخترع لي دعاية علشان الوجبة الباردة الجديدة بتاعتي. صوابع جوستو المقرمشة زي الكورن دوج بس أصغر، قطمة واحدة. يعني ايه الكورن دوج؟ سوسيس متغطي بيض ودقيق ومتحمر، أكلة أمريكاني. شوف لنا فكرة، إيه مثلا لبس جوستو أوفرول وبورنيتا كاوبوي. أو نعمله كلب أمور لابس عقد سجق. بس يبقى كلب نوعه أصيل. المحامي بسرعة. شوف، الوصية بتشترط إن لو مرت 2 من تاريخ الوفاة وما ظهرش لي أي وريث، أملك جوستو كلها تروح لك يا نائب الشاف. مظبوط؟ أنا عارف الوصية بتقول إيه. اللي عايز أعرفه الجواب ده أو الولد ده هيغير أي حاجة؟ ما فيش شبه واضح. ما فيش أي شبه مطلقا. ده مش ابن جوستو. جوستو ما خلفش. واشمعنى يعني في التوقيت ده ناقص أقل من شهر والسنتين يعدوا، وفجأة يظهر لنا ولد معاه جواب من والدته المتوفاة حديثا ويدعي إنه جوستو أبوه. مش داخلة نافوخي. طرطور جوستو؟ تسمح لي؟ طبعا. الولد ما يعرفش. مظبوط؟ بتقول إنها عمرها ما قالت له ولا الجوستو، وطلبت مني كمان ما أقولش. اشمعنى؟ وطلبت منك إيه؟ شغل للولد. مجرد شغل؟ أيوة. وانت قلقان ليه منه؟ لو بيشتغل هنا معاك هتقدر تحط عينك عليه لغاية لما اشوف انا حقيقة الموضوع. عاوزك تاخد لي عينة حمض نووي من الولد، شعراية مثلا. فتح معايا، الموضوع من اوله مش مريحني. اكيد عارف حاجة. اهدى، ده حتة زبال مش هيعصلك معاك. انت بتعمل ايه؟ بقطع الخضار. لا، كده بتحرق جهد ووقت. فاكر الطبخ شغل مريح ها؟ زي مامي في المطبخ. مامي ما بتتزناش في زحمة العشاء لما الطلبات بتنزل ترخ، وكل طلب شكله مش سهل، ومهما اختلفت مواعيد الأكل لازم يتحط قدام الزبون في الميعاد الصح سخن ويشرح. كل ثانية بتفرق وما ينفعش تتدلع. ايه ده؟ خلي مكانك نظيف. امال هتعمل ايه في زحمه الطلبات؟ الاماكن المهرجله بتعطلنا، نبقى ابطأ والطلبات تتكوم كارثه. انا هسهلها لك على الاخر، خلي مكانك نظيف والا هموتك. كمامك كانها طالعه من بق كلب. لم ايديك ودراعاتك جنب جسمك كده اهو، فاهم؟ دايما ترجع للوضع ده. الطباخين صراع، سكاكين حاميه وسواطير.